السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى مشاهدين؟ ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم اسماء مصطفى من قناة جدد وغير مع عائلة الميم. والنهاردة هنعمل معاكم قص الملاية 3 دي. وان شاء الله احنا طبعا عرفنا الملاية دي في المشتريات بتاعتي اللي انا جبتها 4 متر ونص. وقلت لكم خلي بالكم من بياعين القماش، لان في قماش بيبقى بايظ او فيه عيوب. وان شاء الله ان شاء الله باذن الله ربنا يحفظكم ويحفظنا جميعا كده ان شاء الله. وان شاء الله دلوقتي هنجيب المسطره بتاعتنا وهنحضر المقص برضو. وهنقص اول حاجه معاكم الملايه. والقماش ده عامه بتجيبيه السرير الكبير ان شاء الله باذن الله بيبقى 4 متر ونص. دلوقتي قماشنا جبناه متطبق كده من عند بتاع القماش، بيبقى على طبقتين عشان لما تفرديه يجيب الملايه من ورا ومن قدام. فالمهم احنا اول حاجه هنعملها نجيب طرف القماش زي ما انتم شايفين كده، هنقيس متر وهنرجع تاني برضو نقيس متر. نفرد قماشنا كده بالراحه. الملايه عامه بتبقى 4 متر 40. اسفه يا جماعه، مترين 40. انا جايبه 4 متر ونص. هنطلع 5 قطع ملايه، كيسين خداديتين وكيسين مخدتين. ماشي. دلوقتي احنا قسنا متر وهنقيس 40 سنتي. ادي 40 سنتي قدامنا اهو بالظبط، اهو بالظبط اهو كده. خلاص احنا قسنا الملايه بتاعتنا عشان ملايتك تطلع مظبوطه وما تحتريش. هتجيبي القماشه كده بعد ما قست المترين. هقيس تاني برضو عشان حبايبي، هقيس تاني وهفرد قماشي كده عشان يبقى سهل معايا وانا بقيس لكم برضو. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي القماش كان متن اهو، متن اهو واهو. دي الحته المتنيه في القماش، طبعا البرصل من الناحيه التانية. هنقيس متر اهو. بسم الله. ادي متر بالظبط. هنمسك كده بايدينا وهنقيس المتر التاني بالشكل اللي انتوا شايفينه كده. كده قسنا 2 متر. كده بقى معانا ان شاء الله ال 40 سنتي. وادي ال 40 سنتي اهو. هنعكس المسطره كده عشان تبان معاكم. ادي ال 40 سنتي بتوعنا اللي احنا قسناهم. مش مشكله خليتيها 42 عشان الخياطات، هي عامه اللي تطلع معاكي مظبوطه جدا. وهتجيبي قماشك انت قستي من هنا اهو بالظبط. هتجيبي القماش الحته اللي انت قستي منها كده 2 متر 2 متر 40. وريحه عامله كده كده بالظبط. وتنطرق ماشيك عشان ما تبقاش حته معبعبه من تحت زي ما انت شايفه كده. وتجيبي دي كده. واللي طبعا القماش اللي هيتبقى معانا، انا بحب اطلع الملايه الاول عشان اتاكد بقى ايه ان هي بقت مظبوطه وخدت المقاس مظبوط. وادي مقص اهو. وهبدا بسم الله واقص معاكم الملايه اهي بكل سهوله. اهم حاجه تتنيها والاتنين يجوا على بعض كده عشان من تحت يبقوا على بعض برضو. وتدي لها نطرتين زي ما انا عملت لك وريتك كده وتقصي اهو. وتظبطي ايدك في القص عشان ما تطلعش معاكي حته مروره. ادي الملايه يا جماعه عشان ما نحتارش بكل سهوله. ما خدتش معانا وقت، هو قيس على طول وقص. ودلوقتي هطلع الملايه ونشوف هنعمل ازاي الخداديات والمخدات. وخلاص كده قصينا الملايه بتاعتنا وطبقناها وركناها. وهنيجي عند اكياس الخداديات وهنشوف هنعمل ايه. طبعا سوري، كيس المخدتين. طبعا المخدتين احنا عارفين بنقيس الخداديه 90. ماشي. هنقيس الاول كده القماش متني زي ما هو زي ما عملنا مع الملايه. هناخد متر و50 يعني متر ونص. متر ونص بالشكل ده. ادي المتر ونص لحد هنا اهو. ماشي. وهنجيب الحته اللي احنا قسنا منها برضو نفس المنظر اللي احنا عملناه في الملايه. وهنيجي نقص كده وهنفرد قماشنا كده برضو. كده خدنا متر ونص بالظبط.
وزي ما قسنا الملايه خدنا برضو من نفس المكان. خلاص احنا قسنا الملايه وخدنا من اول ما قسنا الملايه خلاص قصيناها، وهناخد من هنا لكده 1.5 متر لحد ما وصلنا هنا زي ما وريتكم. وهنبدا نعدل وشنا كده عشان نشوف ونظبط. لو كده حتى لو كانت اصلا القماشه دي مواربه شويه هنظبط برضو معاكم. كده خدنا 1.5 متر بتاع الخداديه. بسم الله. برضه هتقصي وتتني كده عشان تتظبط معاكي. مش عارفه تعملي كده ممكن تفرديها على الارض، عندك ارض متساويه، وتشوفي انت هتعملي ايه بالمقاسات اللي احنا قلنا عليها. طبعا الحته اللي فضلت معانا دي اللي فضلت معانا ماشي، ده 1.5 متر اللي احنا قلنا عليه بتاع الخداد. المخدتين هيقيسها تاني قدامكم بعد ما حتى ما قصيت. انت خلاص قست الملايه، وادي اهو ادي متر، وادي النص متر بتاعنا بالظبط، نص متر بتاعنا بالظبط اهي عند 50. وطبعا احنا عارفين المخدات بتاعتنا تطلع 90. هنفرد القماش كده خلاص، احنا قصينا الطول بتاعها كده 150، وهنيجي من هنا بصي انا عايزه اقول لك حاجه مهمه. اما تكوني عايزه تقصي الملايه 3 دي ما تحاوليش تقصي، يعني لازم تخلي بالك ان انت تطلعي مثلا ايه، تطلعي الرسمه اللي هي فيها ورد دي عشان تبقى في وش الخداديه ماشيه مع الملايه. فانا فردت القماش. طبعا خدنا اللي هو ال90 سنتي كده، طبعا على طبقتين. لو قسمت المخده هتبقى 45 و45. فانا خدت 90 سنتي، بدل ما اطلعهم من عرض هنا هطلعهم من الحته الفرد دي. عشان ايه؟ زي ما قلت لكم انا عايزه الرسمه الجميله دي تطلع في الخداديه، وهوريكم برضو ايه بالظبط احنا هنعمل ايه. دلوقتي انا قست من اول هنا اهو لحد هنا 90 سنتي. ادي ال90 سنتي معاك اهي بالظبط اهي، ال90 سنتي اهي اهي 90 سنتي اهي ماشي. محدش يقول المسطره دي حكايتها معايا حكايه كبيره قوي. انا مش هتصدقوني لو انا قلت لكم يجي 3 مرات اشتري المسطره، يا اما انساها في الميكروباص، يا اما انساها في التوك توك. اخر مره اشتريتها من الرواعي وانا بشتري المكنه، وسبتها عند الراجل وركبت العربيه ومشيت. فكل مره كل ما اشتري مسطره اقول خلاص كده انا اشتري مسطرتي، وعشان شكلها حتى في التصوير فكل مره بنساها، فمش عارفه حكايتها معايا ايه. فدي بقى اللي برجع لها تاني كل ما اشتريها. بقول لكم بامانه ربنا المسطره اشتريتها 3 مرات، والثلاث مرات انساها في الميكروباص مره، ومره في التوك توك كنت حطاها من ورا وخدت حاجتي ونزلت، وطبعا التوك توك مشي وسالته. بس في ناس كتير قوي ما عندهاش ضمير، فانا بقول لكم خلوا بالكم عشان في ناس كتير قوي ما عندهاش ضمير برضه. واخر مره جبتها مع المكنه في الرواعي جبت الابر والحاجه ونسيتها ومشيت. فالحمد لله ان هي بتيجي على حاجه بسيطه. فعشان كده انا بقول لكم انا بخاف اخرج، لان كل مكان بروحه بصراحه سبحان الله. يلا الحمد لله. فكده احنا قسنا 90 سنتي للخداديه ومتر ونص. كده احنا خلاص قسنا المتر ونص من قماش وهو متني، ورجعنا فردناه. احنا مش هنجيب الحته من المقفوله، لا انا مش هجيبها من الحته اللي فضلت من الملايه، لا مش هجيبها كده. انا هجيبها عشان انا عايزه والوش ده الوش الجميل ده بتاع الملايه الجميل ده يبقى معايا في وش الخداديه ماشي. دلوقتي احنا خلاص قسنا 90 سنتي، وبرده هنبدا نقص كده اهو ماشي. كده احنا خدنا خلاص ال90 الخداديه متطبق، وخدنا ال150 قدامكم، ولسه هنقص برده الملايات ام كورنيش، وهمشي كده على طول وهرجع لكم. وكده خلاص قصيناها خالص كده، وبرده طول الخداديه 150 زي ما احنا قلنا. خلاص ادي النص بتاعها اهو، خلاص كده قصينا. وهنيجي كده وهنقص وهنفتح المخدتين عشان كل مخده تبقى لوحدها. طولها 150 وعرضها
90 هنطبقها هتبقى 45 زي ما قلنا كذا مرة في فيديوهاتنا. بس انا قلت اقصها معاكم عشان في كومنت كتير قوي ان انا لازم اقص معاكم، فاهو عشان حبايبي برضه ما يزعلوش، عشان ايه ابقى حققت لكم رغباتكم كلها. واللي عايز يقص ادينا انا قصيت، وتتفرج على الفيديو. انا لما كنت بتعلم لو انا عجباني حاجه مثلا من قناه احدى القنوات، ما ببصش على الفيديو مره واحده، لا ده انا ممكن لو بقص بشغل الفيديو قدامي، لو عجبني برقه ولا حاجه بشغل الفيديو قدامي ونفس اللي هو بيعمله انا بعمله، فبلاقي الحاجه سهله قوي قدامي. فانت يا ريت تعملي كده عشان خاطر ما تنسيش اي خطوه، والقماش ده لو اتقص خلاص. وبكده قصينا الخداديتين المخدتين برضو اهي معاك اهي. ادي مخده، ادي مخده اهي، طبعا 90 هنطبقها تبقى 45. واستفدنا بالشكل الجميل بتاع الورد الكبير ده اللي هو ال3D. وادي المخده اهي، خلاص كده احنا قصينا اهي معانا المخده، وهطبقهم برضو وارجع اوصلكم المخده دي. واللي فاض معانا دلوقتي زي ما انا قلت لكم، انا حاولت احافظ ان انا اجيب الشكل الجميل ده كده على كيس الخداديه. فكيس الخداديه انتوا عارفين الدخله بتاعته اهي اللي فضلت معانا، وادي البرسل كده 50. وبصي هتقيسي كده هيطلع هتكون 70 كده. خلاص اول خداديه كده، خلصنا اول خداديه وهنقصها زي ما انتوا شايفين. وادي الخداديات معانا اهي، ادي اول خداديه 70، ودخلة الخداديه هتبقى كام اهي. اللفه دي كلها اللي انا بعملها ليه؟ عشان ابين المنظر الجميل ده. مش معقول المنظر الجميل ده مش هطلعه او اخليه في المخدات، لا ده الخداديات بتبقى منظرها جميل قوي اما يبقى نفس الشكل واضح قدامكم اهو. وادي اهو 70 وكده 50 وازيد من 50 مش مشكله عشان شويه الشراشيب اللي هنا. ده هيبقى وش الخداديه بالمنظر ده اهي. لازم تخلي بالك وانت بتقصي ال3D خاصة ان انت لازم تطلعي المنظر اللي في الملاية فيها من تحت كده المدلدل من السرير، لازم يكون فيها نفس المنظر ده عشان تديكي منظر جمالي وكأن زي الملاية الجاهزة بالظبط. ادي وش الخدادية، وهنطلع الوش التاني طبعا. دي هتبقى 50 زي ما احنا اتفقنا اهي 50 بالظبط كده 50 وكده 70. وادي وش الخدادية التانية في حتة زيادة، الزيادة اللي هيطلع ده ان شاء الله هنعمله ايه؟ هنعمله قلاب للخدادية، وهوريكم احلى خدادية بشكل جديد وحاجة هتعجبكم جدا جدا. واتبعوا التفصيل بتاعي وان شاء الله هتشوف حاجات جديدة قوي قوي قوي. الحتة الزيادة دي طبعا هنشيلها، هتظبطي كده اهي بالظبط اهي 70 ومن هنا لهنا 50. وارجو مشاهدة الفيديو علشان تعرفي ازاي انا قصيت وتحافظي على شكل الملاية الورد يطلع ازاي. مش هي الحكاية قص وخلاص، لا لازم تاخدي بالك من الكلام اللي انا بقوله ده اهو. ادي وش خدادية وادي ووش التاني نفس الشكل ونفس المنظر زي ما انتوا شايفين. الوردة اهي واحدة مفيش اي اختلاف اهي كده. وش الخداديتين الاتنين خلصناهم
وهنركنهم على جنب ونشوف الظهر هنعمله ازاي. ايه الحته اللي بقت معانا اللي احنا قصيناها اهي اللي طلعت معانا في اول حاجه، برضو هناخد نفس زي ما قلنا بالظبط اهي هتبقى 50. الظهر بقى ايه ما عادي يعني، ف طلعت الوردة من تحت طلعت الوردة من فوق اي حاجة مش مشكلة، مش هتفرق ماشي. اهم حاجة تحافظي على شكل الخدادية من الوش. وادي الاتنين الظهرين، مش شرط ان انتي تحافظي على الوردة، لا مش مشكلة، هي بتبقى من ورا. طبعا الخدادية مش من ورا، بيتحط من ورا من قدام. 50 برضو و70 ماشي. وادي خداديتين طلعوا، وفضل معانا كمان وش خدادية هنعمل منهم القلابات، ولو حبينا نعمل فيهم هنعمل. بس انا زي ما قلت لكم السري ده مش محتاج اي حاجة، على طول بتفصلي مفيش اي مشكلة فيه، ولا بتعملي فيه كرانيش ولا اي حاجة. انا هعملها كده من غير اي حاجة، وبعد كده هنخش على الكرانيش في الملايات السادة في المشجر برضو، وهنظبط لو في حتة زيادة كده ولا كده هنظبطها. ما كان طبعا ما هم كانوا بيقصوا بلهوجة في سوق التلات، فاحنا نظبط بقى الحتة الزيادة دي عشان قماشنا ما يطلعش موارب وما يطلعش حلو معانا اهو. وان شاء الله هوريكم خدادية جديدة خالص بحاجة جديدة خالص خالص، يعني اول مرة هعملها انا في قناتي. تظبيط بس يا جماعة بسيط كده، لان هما بيقصوا بلهوجة عشان يشوفوا غيري. طبعا بيبيعوا هما مش فاضيين ان هما يظبطوا. وبكده خلصنا، وفضل معانا وش حته كبيره اهي وش برضو، فاحنا خلاص كده خلصنا. فضل معانا القطعتين دول، فكده خلاص. ادي خداديه هوريهم لكم. وبكده خلاص خلصنا القص زي ما قلت لكم. الملايه هناك اهي، وكيس الخداديتين المخدتين قدامكم اهو، ادي واحده وادي واحده، وادي الخداديتين اهم منظرهم، وعملناهم بالشكل ده نفس الشكل والورده. ولازم تاخدي بالك من حاجه زي كده، الخداديه دي من هنا لهنا، من هنا لهنا هيبقى 50، وتاخديها تقولي الخدادية كده كله هيبقى 70. وزي ما قلنا المخدة طولها 150 وعرضها 90، لما تتني هتبقى 45. وادي مخدة وادي مخدة، والملاية 240. وبكده قصينا معاكم الملاية قدامكم خطوة بخطوة. وزي ما قلت لك لازم تخلي بالك وانت بتقصي علشان ما تبوظيش ملايتك، وتخلي الوش زي ما انا عملت كده، زي ما انا عملت الوش اللي هو في الملايه اللي هو السريدي الورد الجميل ده يبقى في الخداديه زي ما بتشوف الملايات اللي هي الجاهزه، ما بيبقى في اسد في النص او نمرين ونمرين بيبقوا على الخداديه. لازم تاخدي بالك من حاجه زي كده عشان يبقى شغلك مميز، ويبقى شغلك زي المحترفين، وشغلك يبقى جميل ومنسق، وتبصي تلاقي شكلها جميل بعد ما تتفرش. وان شاء الله الفيديو الجاي تفصيل الملايه دي، هنبدا بالملايه والخداديه والمخدات. بعد كده الفيديو اللي وراه ان شاء الله هنعمل الخداديه لوحدها عشان بنعملها بطريقه جديده جدا جدا. وخلي بالك بالفيديو ده لا اوعي يفوتك. ودلوقتي اديني قصيت قدامكم، وفي ملايات تاني اللي انا وريتها لكم في المشتريات باذن الله ان شاء الله هقص الاول، بعد كده هبدا بالمخدات برضو والملايه، وهنمشي كده على طول. وخليكم معايا وتابعوني. وشكرا لكل يتابعني وعمل لي لايك، متشكره قوي يا جماعه، انا بحبكم في الله، وان شاء الله هوريكم كل ما جديد باذن الله. وكان معاكم اسماء مصطفى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.